بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. أزممتي وزينامي سفرهادمت شيرينامي مجنونمتي وليلامي زدل برين مهفينامي أزممتي وزينامي سفرهادمت شيرينامي مجنون امتي وليلامي ذل برين مبينامي هيفين وراتنا خيايا تجي برشافي وضايا توقي زاقلك بايا أبينا تجمر بوهايا هيفين وراتنا خيايا تجي برشافي وضايا توقي زاقلك بايا أبينا تجمر بوهايا بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. دردي من قلق رانا تبحالي من نزانا تجمر حكيم لقمانا روشة تجمر درمانا دردي من قلق رانا تبحالي من زانا تجمر حكيم لقمانا روشة تجمر دروانا. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام بحلقة جديدة من برنامجكم الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا من وراء المايك شيف حسن عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها. عم تسمعونا وعبر البث المباشر لصفحة الإذاعة على موقع الفيسبوك بوير عربي. عم ترافقونا مشاهدة بمناسبة اليوم العالمي للطفل واللي بيوافق 20 من نوفمبر تشرين الثاني. رح نكون معكم بحلقة خاصة
خاصة عن هذا اليوم الدولي. وللحديث أكثر حول الموضوع معي بالاستديو الأخصائي النفسي الأستاذ ميلاد النزال. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أعزائي المستمعون عبر منبر بوير في بث خاص بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وهو يوم مخصص للدفاع عن حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم، معا للمساهمة في تحسين مستقبل أفضل للطفولة. نعم، يسعد صباحك من جديد. بداية أستاذ ميلاد ومتابعينا الكرام، نستمع سوا للمقدمة التعريفية يلي أعددناها حول موضوع حلقتنا، وبنرجع لنبدأ حوارنا مع الأستاذ ميلاد. تفضل. تحتفي أكثر من 190 دولة من جميع أنحاء العالم منذ عام 1990 في 20 من نوفمبر تشرين الثاني باليوم العالمي للطفل، للتذكير بحقوقهم وتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم. وهو التاريخ الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1959 إعلان حقوق الطفل. وفي عام 1989 وقعت الجمعية على اتفاقية حقوق الطفل لتكون كإطار قانوني دولي، وجعلها جزءا من الاتفاق الدولي لحماية حقوق الأطفال والسعي لإعمالها. ومن جانب آخر، وعن واقع الأطفال في ظل أزمات الشرق الأوسط عامة وعلى المستوى المحلي في سوريا في ظل سنوات الحرب خاصة، إن نواقيس المنظمات الصحية لا زالت تلوح بالخطر مع استمرار معاناة الأطفال من تبعات تلك الصراعات والحروب. وفي هذا العام أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في بيان لها أنه وبعد 13 عاما من الصراع في سوريا هناك ما يقرب من 7.5 مليون طفل سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية أكثر من أي وقت مضى. وفي اليوم العالمي للطفل لهذا العام ترفع منظمة الأمم المتحدة للطفولة شعارا: استمع إلى المستقبل، قف مع حقوق الأطفال، إن أعمال حقوق الطفل هو بوصلتنا نحو إقامة عالم أفضل اليوم وغدا وفي المستقبل. من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام، وصباحك أستاذ ميلاد. بداية أستاذ ميلاد، لو نعطي لمحة عن اليوم العالمي للطفل، ما هو هذا اليوم وبرأيك ما أهمية وجود يوم للتذكير بحقوق الأطفال؟ تماما. في 20 نوفمبر تشرين الثاني من كل عام يجتمع الناس حول في جميع أنحاء العالم للاحتفال بيوم الطفل العالمي، وهو يوم خصصته منظمة الأمم المتحدة. يهدف هذا اليوم لحصول كل طفل على حقه في الحصول على تعليم جيد، يعيش في بيئة آمنة، يحصل على الرعاية الصحية المناسبة، حمايته من جميع أشكال العنف والاستغلال. هذا اليوم للأسف في كثير من الأطفال حول العالم محرومون من حقوقهم، ويجب أن نذكر العالم بأن حقوق الطفل هي حقوق الإنسان. ويجب أن نذكر أيضا الجهات المعنية كالسلطات المحلية، الحكومات، المجتمعات المدنية والمجتمع الإنساني بالتزامهم والعمل على الوفاء في تحقيق هذه الحقوق. نعم. طبعا في شعار هذا العام اعتمدت منظمة الأمم المتحدة شعار يوم الطفل العالمي: الشمول لكل طفل، يعني كل طفل في أي مجتمع أو جنسية له الحق في المساواة وفي جميع الحقوق. خلينا نتناول الطفل كمفهوم أستاذ ميلاد. كمفهوم، ما هو الطفل؟ كيف يمكن أن نعرفه؟ تماما. الطفل كمفهوم حسب اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بأنه هو شخص دون سن 18. طبعا تعتبر مرحلة حرجة بالنسبة للطفل وحساسة، تحتاج إلى توفير الدعم المناسب من أجل أن يستقل قدراته وإمكانياته. نعم. الطفل هو كل شخص يولد منذ الولادة ولحين بلوغ
الثامنة عشر، ما دون الثامنة عشر، هو يسمى وفقا للمصطلح القانوني أيضا بالطفل. اتفاقية حقوق الطفل أستاذ ميلاد واللي تضمنت 54 مادة وبروتوكولين اختياريين، نعرف أكثر منك ما هي أهم الحقوق والبنود التي تضمنتها تلك الوثيقة الموقعة بين بلدان من الأمم المتحدة؟ تمام. كل طفل حول العالم بغض النظر عن إقامته يتمتع بحقوق معينة أقرتها وأساسية أقرتها منظمة الأمم المتحدة. من أهم هذه الحقوق حقه في التعليم. طبعا يعتبر التعليم مفتاح لعنان الطفل حتى يستطيع استغلال إمكانياته قدراته، ويستحق جميع الأطفال في العالم الحصول على تعليم جيد. طبعا في الحق الثاني هو الحق في الصحة. يستحق كل طفل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة من أجل أن يتمتع بصحة جيدة وقوية، ومن أهم أيضا الصحة العقلية والنفسية. الحق الثالث هو الحق في الحماية. يجب حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي والإساءة، وخاصة في المناطق المتضررة من النزاع والحروب والأزمات. وهي النقطة التي أشيرت إليها في البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية. تماما. الحق الرابع حق الطفل في المشاركة. يجب أن يكون للأطفال صوت عالي في اتخاذ قراراتهم التي تؤثر على حياتهم المستقبلية، وأن يكونوا قادرين على التعبير عن أنفسهم بكل حرية وأمان. نعم. الحقوق التي يجب أن تكون في إضافة كمان؟ تمام، في إضافة. فضل. طبعا هذه الحقوق بعض الأطفال لا يستطيع التمتع بها بسبب الأزمات والحروب، لا يحصل على الرعاية اللازمة، الغذاء المناسب نتيجة نزوح الأطفال واكتظاظ طبعا المخيمات التي يلجأ إليها الأطفال. طبعا دور الإيواء، خاصة دور الإيواء. فيجب أن نعمل مع المجتمعات المحلية لمعالجة هذه القضايا من خلال توفير الرعاية الصحية الأساسية، الدعم النفسي الاجتماعي. طبعا الاهتمام بالصحة النفسية شيء أساسي بالنسبة للأطفال. صحيح. وكل طفل بغض النظر على مكان إقامته وجنسيته يستحق فرصة من أجل الحصول على حياة أفضل. صحيح. أستاذ ميلاد، ذكرت نقطة كتير مهمة من الحقوق اللي ضمنتها اتفاقية حقوق الطفل الموقعة بين بلدان الأمم المتحدة، وهي مسألة أنه يكون في بيئة آمنة متوفرة للطفل، وخاصة في المناطق التي تشهد النزاعات والحروب، ونحن في بلد بيعاني من ويلات الحرب. إلى أي درجة البيئة الموجودة هون أثرت على واقع أطفالنا، وخاصة أنه عندنا أطفال بمخيمات نتيجة الاحتلال لبعض المناطق في شمال شرق سوريا؟ شلون نحمي هذه الحقوق؟ طبعا حمايتها أول شيء دعم المنظمات المحلية. هل نلقى هنا الدعم المطلوب؟ ربما إلى حد ما؟ إلى حد ما، ولكن ليست كافية. ليست كافية نتيجة الصراع المستمر، نزوح الأطفال مع أسرهم إلى مناطق ربما لا تلائم معيشتهم. ولازم ندعم المنظمات المحلية والمنظمات الدولية. كذلك نركز على مكونات البرامج التي تعمل على تحسين حياة أفضل للأطفال. تثقيف الآخرين بمفهوم حقوق الطفل من أجل أن يحصل الطفل على كامل حقوقه دون نقصان. الوعي يجب أن يكون مجتمعي وليس فقط. الوعي دائما يكون من المجتمع. من المجتمع بحد ذاته. ذكرت النقاط والحقوق الهامة اللي ضمنتها الوثيقة الموقعة اتفاق حقوق الطفل. برأيك الحقوق التي يجب بشكل عام أن تكون مصانة ومتوفرة للطفل خلال مراحل طفولته، أكيد تختلف الحقوق والاحتياجات وفقا لكل مرحلة عمرية. برأيك ما هي أهم تلك الحقوق؟ طبعا أو الاحتياجات اللي لازم تكون متوفرة. طبعا الاحتياجات الأساسية كما ذكرت سابق، أولا الرعاية الصحية، حق الطفل في الحصول على التعليم الجيد، طبعا حمايته من جميع أشكال العنف والإساءة، حقه في اتخاذ قراراته،
كلها تؤثر أيضا على قدرات الطفل، إمكانيات الطفل المستقبلية. نعم. ما أهمية مرحلة الطفولة أستاذ ميلاد؟ أهميتها في تكوين شخصية الطفل، تنمية مهاراته وتنمية قدراته، وأين يكمن أهمية هذا الأمر بالنسبة للمجتمع، أنه يكون في طفولة سليمة بيعيشها الطفل؟ تمام. مرحلة الطفولة هي من المراحل الحرجة بالنسبة للمراحل العمرية البقية. نعم. تمتد من الولادة حتى سن 18، ومرحلة الاهتمام المتزايد بالطفولة لا يقع على عاتق جهة معينة مثل رعاية الأسرة، بل يتعدى ذلك على المدرسة، وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، والنظم السائدة في المجتمع، كذلك المؤسسات التي تهتم بها الدولة كالمؤسسات رعاية الطفولة والأسرة وبرامج الإرشاد الأسري والصحي. كون تقدم المجتمع وتطوره الاجتماعي والاقتصادي والحضاري يتأثر بمستواه ونظرته إلى الطفولة. كون الطفولة هي سر تقدم المجتمع وازدهاره، فمرآة المجتمع هو الطفولة، بمعنى أنه المجتمع يرى في الطفولة ما يكون عليه في المستقبل، يرى صورته في المستقبل. واستثمار المجتمع هو استثمار للرأس البشري المتمثل في الطفولة. والطفولة يبدأ من المستقبل، يبدأ من الطفولة، المستقبل يبدأ من الولادة. تمام، المستقبل يبدأ من الولادة، لذلك علينا أن نهتم بمرحلة الطفولة كونها مدخل للتنمية الاجتماعية الأوسع. فالرأس المال البشري المتمثل بالطفولة قادر على أن نستقل قدرات الأطفال والأفراد حتى نجابه صعوبات المستقبل. نعم. هناك تقسيمات متنوعة وفقا لعلماء النفس والتربية لمراحل الطفولة، ما هي تلك المراحل؟ تمام. مراحل، في مرحلة جنينية أنا ذكرتها قبل الهواء، في نقطة ركزت عليها. المرحلة الجنينية مهمة بالنسبة للطفل نتيجة تعرض الطفل ربما بالمرحلة الجنينية نتيجة تناول الأم للكحول عندما يكون في رحم أمه. في رحم أمه. البيئة الرحمية مهمة جدا للطفل حتى ينمو الطفل، ينتقل للمرحلة ما بعد الولادة يكون كاملا خالي من العاهات والإعاقات نتيجة تعرض الأم للأزمات، الضغوط النفسية، تناول الكحول، التدخين وغيرها من الأمور. يتأثر الجنين بالظروف التي تعيشها الأم. تماما. مرحلة الطفولة هي المراحل الأساسية بالمراحل العمرية، هي مرحلة المهد أو الرضاعة. نعم. هذه المرحلة أيضا من المراحل المهمة في نمو الطفل من الناحية الحسية الحركية. يبدأ النمو اللغوي، تبدأ التي تتمثل بالصراخ، بالمناغة، تعلم بعض المقاطع الصوتية. المرحلة التي تليها مرحلة الطفولة المبكرة أو ما تسمى ما قبل المدرسة، أيضا هي مرحلة أساسية بالنسبة للمراحل العمرية من مراحل الطفولة. مرحلة الطفولة المتوسطة هي مرحلة أيضا مهمة بالنسبة للطفل. تبدأ بدخول الطفل في المدرسة، التعرف على جماعة الأقران، يتكون لديه أطفال، يتكون لديه بمعنى العامي شلة، أصدقاء، وتنتهي التي تمتد من سن السادسة حتى سن الثانية أو الحادية والثانية عشر. نعم. مرحلة المراهقة تبدأ من الثانية حتى سن الثامن عشر. مرحلة المراهقة هي من المراحل الحرجة والمهمة بالنسبة للطفل نتيجة النمو الانفعالي والجسدي والنفسي، لأن الطفل يرى في نفسه قد أصبح رجلا قادر على أن يستقل بقدراته بقراراته بعيدا عن البيئة الأسرية. نعم. الطفل يرى نفسه رجلا والفتاة ترى نفسها امرأة، فهون بيتغير السلوكيات الطفل نتيجة المرحلة العمرية اللي بيكونوا فيها انفعاليين، عصبيين، عنيدين. وهذا الشيء هو لها يعني هي نقاط تتعلق بالمرحلة العمرية وأكثر ما تتعلق بالشخص بحد ذاته. طبعا النمو الفيزيولوجي بهالمرحلة له دور، والنمو الجسدي له دور في اتخاذ هذه القرارات. أستاذ ميلاد، عندنا استطلاع أجروه زملائنا فريق راديو بوير اف ام مع عدد من الناس حول موضوع حلقتنا. بنستمع للآراء وبنرجع بنتابع الحوار. تفضلوا.
الطفل هو أي فرد في مرحلة الطفولة قبل سن المراهقة، وتتنوع تسميته بحسب العادات والثقافات المختلفة. اللعب يلعب دورا هاما في تنمية الأطفال، حيث يساهم في تطوير مهاراتهم الاجتماعية مثل التعاون والتواصل، إلى جانب تعزيز النمو الجسدي والعقلي من خلال الاستكشاف والتفاعل. تؤثر الأحداث المحيطة بالأطفال بشكل كبير على نفسيتهم وسلوكهم، وقد يواجه الأطفال صعوبات في التعامل مع التغيرات والضغوطات، وقد تؤدي الأحداث السلبية كالصراعات العائلية أو التغيرات المفاجئة إلى تأثير نفسي سلبي عليهم. السلس البولي أو التبول الغير الإرادي هو حالة شائعة تتميز بصعوبة التحكم في عملية التبول، وقد يكون لها أسباب عديدة بما في ذلك العوامل النفسية أو العضوية. نحن ككبار علينا أن نوعي الطفل بالألعاب من ما تسمى الرياضة وغيرها مثل كرة القدم، شيء يجعل طفولته جميلة كي ينشط عقله وينشط جسده ومن غيرها أيضا. العنف الأسري هو مثل ما يسمى هو شيء لا يجوز أن الطفل يشاهده. العنف الأسري يؤثر على الطفل من عقليا وجسديا ونفسيا. السلس البولي ناجم عن سببين، سبب أولا عضوي وسبب نفسي. السبب العضوي يحتاج الطفل إلى إجراء مجموعة من التحاليل للتأكد من وجود أي خلل عضوي لدى الطفل. والسبب الثاني هو السبب النفسي نتيجة تعرض الطفل لصدمات نفسية أو حوادث مؤذية نفسيا للطفل تؤدي إلى تبول الطفل لا إراديا، إما في النهار أو في الليل، وغالبا ما يكون في الليل. الطفل هو أي شخص يبلغ من العمر دون 18 سنة حسب الأعراف القانونية والدولية. لعمر من 2 ل7 سنين إنه بيطلق عليه عمر طفل، أنا هيك بقول، لأنه الطفل بده يركض، بده يلعب، بده يعبر عن أشياء، مثلا في أي وقت بده يكتشف. فأهمية اللعب هو عند الأطفال إنه الشغلات اللي يناسبه، مثل مكعبات مثلا، بجيب لأولادي إنه مكعبات يلعب فيهم لعمره، إنه والله مو لعمر سنة سنتين أعطيهم موبايل وقال لهم شغلات، إنه بدي شي ينفع للطفل. هلأ هون كمان في تأثير، اللي بيتأثر الطفل لما الأب والأم يتخانقوا، بيتأثر كتير كتير، بيخاف، بيرتعب. هلا إذا الأم والأب كمان إنه تخانقوا، الطفل بيأذى. طبعا الطفل هو مصطلح يطلق عادة على الإنسان منذ ولادته وحتى ما قبل مرحلة البلوغ. أهمية اللعب مع الطفل، يوفر اللعب طريقة سلسة للتعلم وبناء المهارات الحياتية الهامة، منها تعلم حل المشكلات والتعبير عن الأفكار، بالإضافة إلى تطوير وتنمية الذكاء العاطفي لدى الطفل. تأثير الأحداث على الأطفال، تختلف ردود فعل الأطفال على الأحداث السيئة، كما أن بعض علامات الضيق قد لا تظهر عليهم بوضوح، وقد يصبح الأطفال الأصغر سنا أكثر تعلقا بك من المعتاد، بينما قد يظهر المراهقون مشاعر الحزن أو الغضب الشديد والعديد من ردود الفعل. هذه تستمر لفترة قصيرة، وهي ردود فعل طبيعية على الأحداث العصبية. أهمية اللعب للطفل تكمن في تعزيز التفاعل الاجتماعي وتطوير المهارات الحركية والعقلية، بالإضافة إلى تعزيز الخيال والإبداع. تأثير الأحداث على الأطفال يمكن أن يكون عميقا، حيث قد يواجهون صعوبات في التعبير عن مشاعرهم والتكيف مع التغيرات الكبيرة في البيئة المحيطة. السلس البولي أو التبول اللا إرادي يمكن أن يكون ناتجا عن عوامل متعددة، بما في ذلك التوتر النفسي أو التدخلات العلاجية أو حتى مشكلات صحية محددة.
من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام. بنتابع معك حوارنا أستاذ ميلاد. استمعنا للأصوات اللي كانت بالاستطلاع. كيف شفت الآراء؟ كيف شفت آراء الناس حول موضوع حلقتنا؟ تماما، معظم الآراء تناولت الأسباب الأساسية للتبول اللا إرادي، كذلك عن أهمية اللعب بالنسبة للطفل والمراحل العمرية ونوعية الألعاب اللي يلعب فيها الأطفال في كل مرحلة. هذه المعلومات إلى ماذا تشير؟ إلى وجود وعي فيما يتعلق بحقوق الأطفال، بكيفية نشوء الأطفال بالشكل السليم؟ بعض الآراء شفت فيها عندهم وعي أنه أحيانا الطفل ما لازم يكون عنده في مرحلة عمرية مبكرة يكون حامل جوال أو يلعب على الجوال. بعض الآراء حول السلسل البولي هو أسباب عضوية، وأشار بالرأي أنه في أسباب أيضا نفسية، وأسباب أيضا التبول اللا-إرادي أسباب أيضا العنف الأسري أو الصراع الأسري. فيما يتعلق بالمشكلة الصحية الشائعة لدى الأطفال التبول اللا إرادي، أشاروا إلى أنه الأسباب ممكن تكون نفسية وليس فقط عضوية. وأيضا بعض الأصوات أشارت لمسألة الأهمية يكون في بيئة أسرية آمنة وهادئة. الخناقات كما قالوا تؤدي أحيانا تؤثر على شخصية تؤزم الطفل، تؤزم حالة الطفل، وممكن أنه تؤدي برأيك أستاذ لمشاكل نفسية أخرى، لمشاكل نفسية أو تشكل سلوكيات سلبية كالعناد أو التعصب. تؤدي هذا الأمر. تمام. نتحدث عن نقطة مهمة أو احتياج مهم وحق مهم من حقوق الأطفال، وهو اللعب. يعد اللعب من أهم الاحتياجات والحقوق. خلينا نسلط على اللعب أستاذ ميلاد كاحتياج. ما هو؟ تماما. بداية نعرف اللعب عند الطفل. اللعب هو أنفاس حياة الطفل وحياته، مو مجرد أنه ينشغل الطفل ونبعده عن احتياجات أو أعمال الأب أو الأم من أجل إلهاء الطفل أو انشغال الذات في اللعب. فاللعب للطفل هو كالاستكشاف، كالتربية، كالتعبير الذاتي، وكالعمل للكبار. إذن اللعب يعني الكثير من مجتمعاتنا، يعني الآباء والأمهات في مجتمعاتنا الشرقية يرون في اللعب مجرد وسيلة للترفيه وإشغال الطفل. هو إلهاء الطفل عن عمل الأم أو هو ليس فقط مجرد وسيلة. اللعب هو سلوك أساسي في تكوين شخصية الطفل، وهو ظاهرة سلوكية عند جميع الكائنات الحية. فاللعب نشاط تلقائي، فاللعب ضروري لحياة الطفل. ضرورة الهواء الذي يتنفسه، فالأطفال يلعبون شئنا أم أبينا، وهو يسهم في اللعب. معش أضيف النقطة هاي المهمة، مهم جدا لتطور نمو الطفل، وكذلك يسهم اللعب باعتباره وسيلة في التعبير، طريقة في الحياة، أنه العمل الذي يجرب قدرات الطفل، إمكانياته. يعتبر اللعب هو عمل بالنسبة للطفل. كيف يساهم اللعب أستاذ ميلاد في بناء الطفل سواء جسديا أو نفسيا أو سلوكيا ومعرفيا؟ تماما. اللعب من خلال نوعية الألعاب التي يتم هناك أنواع عديدة من الألعاب. الألعاب الموجهة، اللعب الحر، اللعب الغير موجه، طبعا لها آثار وإيجابية على الطفل في تكوين شخصية الطفل، وتتوقف درجة تعليم الطفل على مستوى قدرته في اختبارات اللعب، نجاحه. هو معيار. إذن معياري يعتبر اللعب. مدى نجاح الطفل في اللعب هو يترك أثر إيجابي في تكوين شخصيته. على سبيل المثال، فاللعب يلعب دورا أساسيا في ليس فقط في إعداد نموه اجتماعيا وانفعاليا، بل يسهم في نموه عقليا ومعرفيا. فالطفل اللي يبدأ في تعلم الأشياء، تراكيبها، يعمم مفاهيمها، يحاول أن يفصل فيما بينها، أساسي لنمو، ويعطي مفاهيم لغوية تسهم في نموه، وتساهم أيضا في تكوين مهارات الاتصال لدى الطفل. إذن برأيك نستطيع أن نجعل من الألعاب أهداف تربوية سهلة التحقق للآباء وللمعلمين أيضا برأيك؟ تماما. في نقطة مهمة جدا بالنسبة للألعاب،
هي فلا يكتسب اللاعب قيمته التربوية إلا إذا استطعنا أن نوجه هذا اللعب على أساس تربوي، بمعنى أن الأطفال لا ينمون ببيئة عفوية، بل أن نمو الطفل يأتي على أساس إيش؟ البيئة الواعية. إذا النقطة الأولى توفير بيئة مناسبة لتحقق تلك الأهداف، واعية من قبل الأهل، من قبل الأسرة، من قبل المدرسة، من قبل الروضة، بيئة مناسبة. ليش؟ لأنه هذه التربية تضع خصائص نمو الطفل ومهارات تكوين شخصيته في نطاق نشاط تربوي هادف في اللعب، يصبح وسيلة تربوية. نعم. يخضع لأهداف تربوية محددة. متى تتحقق هذه الأهداف؟ في إطار خبرات تربوية منظمة. هنا ماذا يتطلب من الأهل وماذا يتطلب من المعلمين؟ إيجاد بيئة مناسبة. أحيانا عند الأهل يجب أو ممكن زيادة الوعي عندهم فيما يتعلق بسلوك الطفل ومراحل الطفل العمرية وأهمية اللعب في تكوين هذه الشخصية. تماما. المراحل لها دور أساسي ونوعية الألعاب في كل مرحلة. نعم. في كل مرحلة كثير مهم هذا الشيء، مهم جدا جدا، لأنه المراحل المتقدمة بعد مرحلة الطفولة يصبح لدى الطفل اللعب بالألعاب التركيبية كالبازل تختلف نوعية الألعاب المحببة وفقا للسن. في مرحلة الطفولة المبكرة أكثر لعب الأطفال بالعرائس، أحيانا يمثلون أدوار الطفل الصغير يمثل دور الأم أو يمثل دور الأب، يعيش الواقع. في دراسات ونظريات للعب تركز أن اللعب هو تنفيس للطاقة أو للتوتر، الطاقة الزائدة تماما. هو إعداد للحياة المستقبلية مثل ما ذكرت في المثال، أنه اللعب يهيئ الطفل للحياة المستقبلية. اللعب تلخيص لضروب الحياة اللي مر بها الإنسان، مثل لعب التسلق والقفز، أي تمثل خبرات الإنسان القديم. لكل لعبة فائدة سواء لجسد الطفل، البنية الجسدية والمعرفية والعقلية والمهارات العقلية واللفظية كحل المشكلات والإبداع ومهارات الإبداع. هل من المهم أنه الأهل يكونوا مشرفين على الألعاب اللي بيلعبها أطفالهم برأيك؟ في ألعاب مثل ما ذكرت بالبداية، في ألعاب موجهة منظمة تخضع لقوانين وقواعد محددة. من الضروري أن يشرف الأهل على هذه الألعاب. في ألعاب اللعب الحر يترك الطفل بحرية مطلقة باللعب، مثل لعب المراجيح أو بعض الألعاب اللي نشوفها بالحدائق. نعم. طبعا مراقبة الأهل مهمة جدا مشان الطفل ما يأذي نفسه، وخاصة بعصرنا الحالي مع مسألة أنه الكثير من الأولاد بيتناولوا الهواتف المحمولة والألعاب العنيفة، إلى جانب أنه المحتوى اللي ممكن الأطفال يكون في متناول أيديهم، والأهل ليسوا على دراية بتأثير تلك المحتوى والألعاب العنيفة على شخصية الطفل وخاصة في المستقبل. تماما، لأن الألعاب وخاصة الأجهزة الإلكترونية تنمي شخصية عدائية. نعم. عند الطفل. صحيح. أحيانا يصاب بأنواع من طيف التوحد، مشاكل نفسية، يصبح أكثر اتكالية، مثل ما ذكرنا يصبح تظهر عليه أعراض سلوكية عدوانية ضد الأهل، ضد أخوته الأصغر منه. طبعا مشاكل نفسية تظهر عنده حالات من التوتر والقلق والخوف، اضطرابات، ممكن أي نوع من أنواع الاضطرابات. دكتور أستاذ ميلاد، في نقطة كتير مهمة نحن أشرنا لها، مسألة أنه ممكن يصاب الطفل بالتوحد. هون ممكن يكون الاستخدام الزائد للهواتف المحمولة وخاصة في الأعمار الصغيرة، يعني ممكن طفل يكون بسنتين وثلاث سنين، الاستخدام المتزايد من الهاتف ممكن يؤدي لحدوث لساعات طويلة على توحد عند الطفل. ربما يعني ممكن يكون التشخيص ربما ناتج عن استخدام الأجهزة الإلكترونية أو الألواح الإلكترونية. طبعا نتيجة الجلوس لساعات طويلة على جهاز الموبايل، طبعا ما في مراقبة على المواقع اللي هنا يكون المسبب هو الأهل، المسبب الرئيسي الأهل.
السبب الرئيسي الأهل ما في مراقبة على نوعية البرامج والأفلام والمقاطع وعدد الساعات اللي بيتم عدد الساعات الطفل الطويلة من أجل إلهاء الطفل بحجة الأم منشغلة بأعمال المنزل أو الأب يكون خارج البيت من أجل متطلبات المنزل. هنا السلبيات تكون أكثر من الإيجابيات. تماما. برأيك في أي سنوات يكون للعب التأثير الأكبر على شخصية الطفل وتكوينه؟ من بداية مو للولادة، تقريبا من مرحلة الطفولة المبكرة. طبعا مرحلة الرضاعة لها دور نتيجة لعب الطفل مع المحيط، يتكون لديه الابتسام الاجتماعي. مع تقدم في العمر لا يبتسم إلا لأشخاص محددين، وهي ناتجة أحد أنواع اللعب مداعبة الطفل، مضاحكة الطفل، أيضا من تسهم في تنمية شخصية الطفل. إذن الطفولة المبكرة هي أهم المراحل. المراحل يكون تعتمد ألعاب فردية. نتناول أيضا مسألة مهمة برأيك، ما هي أشيع المشاكل سواء الصحية أو النفسية التي يعاني منها الأطفال خلال فترة الطفولة وقبل البلوغ؟ الأشياء المشاكل هي التبول الصحية هي التبول اللا إرادي. يعتبر التبول اللا إرادي هو نزول أو تكرار نزول البول على فراش. أستاذ ميلاد، رح نتناول هاي النقطة المهمة بشكل أوسع. قبل ما نتناول التبول اللا إرادي أو السلس البولي، ما هي المشاكل النفسية برأيك للأطفال خلال هذه المرحلة، مرحلة الطفولة؟ مرحلة الطفولة مثل ما ذكرنا طيف التوحد، الانطوائية، الاتكالية، ربما يصاحب حالات من التوتر والقلق. ممكن يعانوا من سلوكيات أو بيئات غير سليمة ضمن الأسرة نتيجة عدد الأسرة. ممكن يكون في مثلا مسألة التفريق بين الأبناء، التمييز بين الأبناء ضمن الأسرة الواحدة، له آثار أيضا نفسية على الطفل. خلينا نتناول هاي النقطة المهمة اللي أنت أشرت لها أستاذ ميلاد. مسألة التبول اللا إرادي هي نقطة صحية تهم الآباء والأمهات، وهي حالة مرضية شائعة لدى الأطفال. ما هو السلس البولي كتعريف؟ كتعريف السلس البولي هو حدوث تكرار البول على الفراش من قبل طفل. نعم. يتجاوز سن الخامسة، بعد السن الخامسة بمعدل 3 مرات أسبوعيا لمدة 3 أشهر. 3 مرات أسبوعيا لمدة 3 أشهر، من 2 إلى 3 مرات. هنا في حالة التبول عندما يكون لا إراديا. لا إراديا كمعيار. نعم. ويرى الطفل أنه في عمر هو قادر على أنه يضبط جهازه البولي، لكن نتيجة هذه المشكلة يعاني تقريبا معظم الأطفال الذين يعانون من مشاكل انفعالية ربما عاطفية من هذه المشاكل. ويوجد أطفال لا عندهم سلس البولي أو التبول اللا إرادي، لكن لا يعانون من مشاكل عاطفية أو انفعالية. هنا نتحدث عن الأسباب التي من الممكن تكون مسببة لحدوث السلس. قبل الأسباب في أنماط للتبول الإرادي. هو نمطين. النمط الأول هو النمط الأولي يبدأ من الولادة حتى ما بعد سن الخامسة من عمر الطفل. نسميه النمط المتصل طبعا. النمط الثاني النمط الثانوي، نمط متقطع. ربما الطفل لا توجد لديه مشكلة تبول لا إرادي، لكن بفترة من عمره ترجع إليه هاي المشكلة، يعود تلك المشكلة، وهي النمط الثانوي. كيف يتم التشخيص أستاذ ميلاد؟ التشخيص من خلال الرجوع إلى طبيب مختص، إجراء الفحوصات اللازمة. إذا لم يوجد لدى الطفل أي مشكلة عضوية المتمثلة بضيق مثانة، التهاب مجاري بولية أو تشوهات خلقية في الجهاز البولي، في هذه الحالة يدخل العلاج النفسي. طبعا أشرت أنه المعدل الطبيعي راح بيكون 3 مرات أسبوعيا إذا 2 أو 3 مرات أسبوعيا معدل 3 أشهر. إذا تجاوز 3 أشهر هنا ويكون عمر الطفل فوق السن الخامسة. فوق السن الخامسة تماما. بعد 3 أشهر هنا يتطلب المسألة الرجوع للطبيب وتشخيص الحالة تماما للطفل الذي يعاني من التبول اللا إرادي. ونقطة مهمة أيضا لو نشير إليها، كثيرا ما يتم التعامل من قبل الآباء والأمهات مع الطفل الذي
يعاني من هذه الحالة الصحية، التبول اللا إرادي، بعقاب الطفل، هل هذا الأسلوب سليم؟ لا، هذا الأسلوب خاطئ. يجب على الأهل احتواء الطفل الذي يعاني من مشكلة التبول اللا إرادي. ما هي تأثيرات هذا الأمر يدي؟ تأثيرات الأمر: يصبح الطفل منعزل، عدواني، لديه ضعف التحصيل الدراسي، لا يختلط مع جماعة الأقران. ويجب على الأهل احتواء الطفل وعدم كتم مشكلته. في بعض الأهالي يقول هاي مشكلة وصمة عار بالنسبة لهم إن وجد طفل لديه مشكلة تبول لا إرادي، فتستمر هذه المشكلة لأعمار متقدمة، ربما تتجاوز مرحلة المراهقة. صحيح. عند بعض الأطفال هناك استراتيجيات يتم اتباعها لحل مشكلة التبول اللا إرادي لدى الأطفال، منها استراتيجية الإنذار المبكر في الفراشية، استراتيجية يعني بعض الأطباء ودراسات يشيرون إلى أن نسبة العلاج تكون 70%. البعض من الدراسات أيضا تشير إلى أنه 15% من الإصابات تشفى حتى بدون الرجوع لخطط علاج يعني. بختام لقائنا أستاذ ميلاد، ما هي النصائح التي يمكن أن نوجهها للأطفال وللآباء والأمهات؟ إذا في نقطة أخرى بتحب تضيفها تفضل. نصائح بشكل عام أوجهها رسائل بمناسبة اليوم العالمي للطفل. نعم. طبعا رسائل أتمنى وهي رسائل موجهة للأطفال جميعا حول العالم. نعم. أتمنى لكم يوما مليئا بالضحك والمرح والمغامرات التي لا تنتهي، يوم طفل سعيد. أتمنى أن تكون طفولتك مليئة باللحظات السحرية والذكريات العزيزة وحب لا يتزعزع من حولك. عزيزي الصغير، تذكر دائما أنك تستطيع تحقيق أشياء عظيمة. لا تدع أحد يخفت نورك. تألق دائما. لديك الحق في الوصول إلى الخدمات. توجه إلى أي مركز قريب منك. كطفل لديك الحق في التعليم والرعاية الأسرية والوحدة الأسرية والهوية والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخصك، والوصول إلى الخدمات واللعب والوثائق المدنية والقانونية والجنسية والتعبير عن أفكارك بحرية والوصول إلى المعلومات المناسبة والحماية. أتمنى أن يكون يومك مليئا باللعب والضحك وبساطة أفراح الطفولة. نتمنى أن تصل هذه الرسائل وأن تتحقق هذه الرسائل. أستاذ ميلاد، ما هي النصائح اللي فينا نوجهها بختام لقائنا للآباء والأمهات لزيادة مساحة التقارب والتفاهم مع الأطفال؟ تماما. أوجه رسائل للأسر وخاصة في المراحل الطفولة الأولى. يجب أن نشارك أطفالنا في ألعابهم، أن ننزل لمستوى الطفولة، نتحدث معهم بلغتهم بأسلوبهم. كما قال أحد العلماء: في كل منا طفل يتوق للعب. نعم. نحاول أن نحتويهم بالمشاكل التي يعانونها، وخاصة المشكلة التي ذكرناها. نستمع إليهم، نحاورهم، نتعرف على المشاكل التي يعانون منها، نحاول أن نحل المشاكل بصمت ونبتعد عن التمييز بين الأخوة. نعم، كثير الشكر لك الأستاذ ميلاد النزال، أخصائي نفسي، كنت معنا بالاستوديو. تناولنا نقاط هامة فيما يتعلق بحقوق الطفل، وخاصة اليوم خصصنا هاي الحلقة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل. وكثير الشكر لكم مستمعي ومشاهدي. الله يعافيك يا رب. مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام، هيك خلصت حلقتنا من البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا شيف حسن. انطرونا بحلقات قادمة. إلى اللقاء. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.